الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. لا جرم أن الحكم في المغرب قد استتب لولي الأمر فيه الملك محمد السادس، لهذا تنطبق عليه كغيره من حكام المسلمين في الأراضي الإسلامية أحاديث السمع والطاعة الواردة في الكتاب والسنة، فإن الله تبارك وتعالى له الملك وبيده الملك، ويهب الملك لمن يشاء ويأخذه ممن يشاء، وهو سبحانه وتعالى أمرنا بطاعة الأمراء والحكام، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع أميري فقد أطاعني، ومن يعص أميري فقد عصاني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. وبناء على هذه النصوص الشرعية الكثيرة، فقد انعقد الإجماع على أنه لا يجوز الخروج على حكام المسلمين لا بكلمة ولا باعتصام ولا بمظاهرة، فضلا عن سيف أو قتال أو مناوئة. وقد نقل الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله الإجماع على عدم جواز الخروج على السلطان الظالم، فقال: قال ابن بطال: وفي الحديث حجة على ترك الخروج على السلطان ولو جار. وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. ونقل الإمام النووي رحمه الله الإجماع على ذلك، فقال: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث على ما ذكرته. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله، ولا تنزعوا يدا من طاعة. وفي رواية قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا مجدع الأطراف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعة. نرى طاعتهم في طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقال أبو بكر الطرطوشي المالكي في سراج الملوك: كان العلماء يقولون: إذا استقامت لكم أمور السلطان فأكثروا حمد الله تعالى وشكره، وإن جاءكم منه ما تكرهون إلى ما تستوجبونه بذنوبكم وتستحقونه بآثامكم، وأقيموا عذر السلطان لانتشار الأمور عليه وكثرة ما يكابده من ضبط جوانب المملكة لاستئلاف الأعداء وإرضاء الأولياء وقلة الناصح وكثرة التدليس والطمع.